اللي بيسعد جدا وبينبهر بالتاور في دول الخليج باذن الله بنقول له بقى موجود عندنا ما يماثل بل افضل باذن الله. الهدف بتاع الشركة عندنا أفضل صحة مالية للمستثمرين المحترفين. عملائنا الفترة اللي فاتت بفضل الله وفرنا لهم المشروع الأول سيرتي 1 نورث، ده كان أفضل كتلة معمارية لناطحة سحاب في العاصمة الإدارية على محور بن زايد مباشرة والنهر الأخضر مباشرة. ثم كان لازم نوفر بعديه المشروع اللي بعديه تطوير أكبر، نزلنا بأعلى طور إداري في أفريقيا، ثم نزلنا بأكبر مول تجاري على النهر الأخضر على محور محمد بن زايد نايل سيتي سنتر. فكان لازم ننزل نزلة قوية جدا بمنتج جديد يكون متفرد في مصر وافريقيا. ده بفضل الله اللي احنا بنشهده النهارده وهو تايكون تاور، اعلى فندق في افريقيا. استثمار ناجح متجرب، ناس كتير جدا كانت بتحلم ان هو اصلا يبقى موجود عندنا في مصر. مصر فيها حتى الان في حدود ال 220 الف غرفه فندقيه. خطه مصر 2030 بتهدف الى الوصول الى 30 مليون سايح في السنه، وده رقم مش بعيد خالص، ويمكن يعني مصر فيها من الموارد ما يسمح ان هي تحقق رقم زي ده بسهوله جدا. بس عشان نوصل ل 30 مليون سايح فده هيحتاج مننا اكتر من 550 الف غرفه فندقيه. معنى ذلك ان احنا محتاجين نضاعف عدد الفنادق الموجوده في مصر بالكامل. العاصمه الاداريه في احتياج كبير جدا جدا لفنادق، لانها هتكون المركز المالي والمركز الاداري لجمهوريه مصر العربيه، وان شاء الله للمنطقه كلها. المشروع بيتكون من عدة طوابق عبارة عن اوتيل يونتس وسيرفيس ابارتمنتس، زائد كل الفاسيلتيز والامينيتيز اللي بتبقى موجودة في اي اوتيل زي حمامات السباحة والبيزنس سنتر والجيم والسبا. البنت هاوس منتج عقاري فريد، كان نفسنا جدا كل اللي شافه في دبي في الابراج العاليه انه يكون موجود زيه في مصر. دي وحدات بتتميز ان هي موجوده في الادوار العاليه، ادوار من فوق ال 45 وال 46، مساحتها بتبدا من 800 متر، مفروشه ومتشطبه بالكامل بمستوى 5 نجوم. شركة عالمية 5 نجوم هي اللي هتشغل لنا طبعا إدارة الفندق. واحد من أكبر الهوتيل اوبريتورز الموجودين، له أكتر من 150 فرع حول العالم. نموذج العمل اللي احنا طورناه الممتاز جدا 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 لشريحه عملاء كتيره تقدر عليه. نايل ديفلوبمنت بتقدم الاستثمار بنظام الفراكشنال اونرشيب بميزانيات بتبدا من 2 مليون و500 و4 مليون 750 و9 مليون و900، بأنظمة سداد بتبدأ من 10% و6 سنوات، 15% و7 سنوات، و20% و8 سنوات. عندنا بعض الأدوار دي بتبقى بيور انفستمنت، العميل بيقدر يمتلك 25% من الوحدة أو 50% من الوحدة أو 100% من الوحدة، ودي لأول مرة في مصر العميل هيقدر يستثمر في غرفة داخل أوتيل. تشغيل فندق 5 نجوم دي تكلفة تانية خالص غير تكلفة الشقق الفندقية. قطعة أرض متفردة على المحاور الرئيسية، قطعة الأرض دي بالتأكيد هي أغلى 8 متر أرض في العاصمة الإدارية الجديدة، مش بس عشان موقع، الاشتراطات البنائية اللي بتخلي الأرض دي طبقا للتخطيط تتشاف من كل مكان في العاصمة وتشوف كل مكان في العاصمة عن طريق ارتفاعات كبيرة جدا هي الأكبر في المنطقة، فتخلي الأضواء بتاعتها فيو مفتوح. ده بيخلي تكلفة متر الإنشاء هو أغلى تكلفة متر إنشاء، لأن احنا أرضه 50، بالإضافة إلى احنا تكلفة التشطيب والفرش هي الأغلى، لأن احنا تشطيب 5 نجوم وفرش 5 نجوم. العميل بيكتشف إنه حقق أعلى مكاسب وإن اختياره كان هو الاختيار الصح بعد مرور سنة أو سنتين. مع بداية التنفيذ في المشروع مع الإعلان عن المشغل هنلاقي إن في زيادات كبيرة متوقعة تحصل للعملاء في سعر المتر، قد تصل إلى 100% من الوحدات. أول شركة تحصل على رخصة، وده عشان الشركة فيها قدرة مالية وقدرة فنية. آخر 100 يوم اللي فيهم أزمات وفيهم أسعار كل يوم بتزيد، احنا في التجمع شغالين في إنشاءات أكتر من 45 مشروع. في العاصمة الإدارية الجديدة وصلنا في مشروع الأولاني أكتر من 30% من خرسانات مشروع سيرتي 1، ومشروع نايل بيزنس سيتي الحمد لله احنا النهاردة خلصنا 70% من الحفر، خلصنا 70% من خوازيق السند. نايل ديفلوبمنت كمان عشان متأكدة من تشغيل المشروع، وعشان حابة تطمن العميل على أول 3 سنين اللي العميل بيكون خايف منهم من مخاطرة التشغيل، تضمن للعميل عائد إيجاري إلزامي بقيمة 30% مقسم على 3 سنوات، 10% كل سنة تبدأ من أول سنة في الاستلام. تايكون تاور
أعلى فندق في أفريقيا. نايل ديفلوبمنتس، أول شركة مصرية متخصصة في ناطحات السحاب.